السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخي. معانا النهاردة طريقة عمل خلية النحل. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنسمي بالله ونصلي على الرسول. معانا بولة وكوباية مية دافية، مية دافية عشان احنا عارفين ان احنا في السقعة والعجين محتاج يخمر. ومعانا ظرف من الخميرة ما يعادل معلقة كبيرة، ومعلقة من السكر، و3 كوبايات ونص طحين. هنحط ال3 كوبايات على كوباية المية والخميرة والسكر، وهنحط النص كوباية معانا لو احتاجناه، عشان عارفين ان الطحين ما هو زي بعضه، وفيه بيحتاج مية كتيرة، وفيه ايه بيكتفي بالكمية. ومعانا 3 معالق حليب بودرة. وهنعجن المكونات حلو مع بعض زي ما انتوا شايفين قدامكم في الفيديو. بس انا الصراحة ما عرفتش اضربهم كويس بالمضرب، فاضطريت ان انا استخدم ايدي للعجن من غير مضرب ولا عجان ولا زيت ولا بيض. هنعمل احلى خلية نحل وطرية، ومش هتاخد منك مجهود ولا وقت كتير. هنا كنت انا بعجنه بالجوندي، بس حسيت ان انا مش متملكة العجينة قوي، فقلعت الجوندي وعجنت بايدي. طالما ايدك نظيفة خلاص. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد اللقطة دي، احب اقولك يا حبيبة قلبي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا كانت اتعجنت كويس. هنحط في ارضية البولة حبة زيت، شوية زيت في الأرضية، عشان ايه لما تيجي تشيل العجينة بعد ما تخمر ما تبقاش لازقة منك في قلب البولة. هنغطيها بالاسترتش راب زي ما احنا عارفين، وهنحط عليها الفوطة. هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة ونرجع تاني. النص كوباية دي احنا ما استخدمناهاش. هنا كان عدى عليها نص ساعة وخمرت زي ما انتوا شايفين قدامكم اهي. هنطلع الهواء اللي فيها بالراحة. هنفرش مفرش بلاستيك عشان الرخامة هي نظيفة بس برد. وهندهنها نقطة زيت عشان العجينة ما تلزقش فيها، عشان احنا هنقطع العجينة عليها وهنكور. هنجيب القطاعة ونقطعها شرايح بالطول كده الأول، وبعد كده هنقسم الشرايح دي للحجم اللي احنا عاوزين. بس ياريت وانت بتقطعيها تسوي الحجم يبقى قد الليمونة الكبير، وخلي الحجم كله متساوي. هنا كان بيتبقى حتة من الشريحة كنت بحطها على جنب ونجمعهم في الآخر ونعملهم قد بعض ومتساويين. زي ما انتوا شايفين معانا. هنخلص الكمية ونرجع لكم تاني. هنا كنا احنا خلصنا الكمية، واللي هي الحتت الصغيرة كنا جمعناها مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين وكورنا. هنجيب بقى للحشو. انا عندي جبنة فيتا اللي هي القطعة الكبيرة، وهنا صينية فيها شوية زيت، وهنفردهم كويس قوي علشان احنا هنكور خلية النحل بتاعتنا ونحطها فيها على طول، ونسيبها تخمر في الصينية. هنا انا كنت عملت اول واحدة، بس كانت ايه حسيت ان هي هتلزق في ايدي، فانا ايه قمت دهنة ايدي زيت وبدأت اكورها قدامكم. اكور معاك واحدة واتنين واخلص الكمية وارجع لكم تاني. تفرديها كويس قوي، هي حجمها قد الليمونة الكبيرة. عندك جبنة عندك شوكولاتة. انا هعمل حبة بالجبنة وحبة سادة. السادة هرش عليها صوص. هنا كنت انا خلصت الكمية بتاعتي، واخر واحدة كانت سادة اهي. كورتها حطيتها تاني.
هنغطيها بالفوطة بتاعتنا ونسيبها تخمر 10 دقايق ونرجع لكم تاني. هنا كانت هي خمرت ومعانا قيمة 4 معالق لبن وعليهم معلقة قهوة سادة عادي، بتديلها لون حلو قوي للمعجنات بدل صفار البيض عشان ما تبقى زفرة واحنا مش حابينها تبقى زفرة. هنفردهم ونغطي بهم كويس بالفرشة. ما تنسيش يا حبيبة قلبي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكتبي لي رأيك في التعليقات وتقولي لي ايه رأيك في قناتي. احنا خلصنا دهنا الخلية كلها. عندك بقى حبة سمسم او حبة البركة، انا كان متوفر عندي حبة البركة، هرش بس على اللي عليهم اللي في جواهم حشو جبن. يعني السادة انا هسيبه سادة من غير حبة البركة من فوق، عشان انا عايزة ارش عليه يا صوص فراولة يا صوص شوكولاتة متوفر عندي. وهتدخل الفرن على رف اوسط على الشبكة من تحت الأول، تاخد لون من تحت وبعد كده تاخد لون من فوق وبعد كده نطفي على الفرن. وغطيتها 10 دقايق علشان تبقى طرية معايا. ولو متوفر عندك معلقتين عسل نحل أبيض أو شربات اللي هو بتاع الحلويات هتدهني عليهم بالوش. زي ما انتوا شايفين في الفيديو انا كان عندي شربات، دهنت الخلية كلها بتديلها طعم ولون ولمعة جميلة اوي. انا ما كانش المفروض ادهن الجبنة، بس انا ما جاش في دماغي الا بعد ما خلصت ما دهنتها كلها. لو جربتيه قوليلي رأيك في التعليقات. زي ما انتوا شايفين اللون من تحت ومن فوق جميل. دي السادة من غير جبنة وعجينتها هشة وقطنية بجد طعمها تحفة. دي يعني المحشية بالجبن. عجينتها هشة وطرية جدا، يا رب تعجبكم، واكتبولي في التعليقات رأيكم فيها لو جربتيها. هنا كان آخر الفيديو، ورشيت على السادة بالصوص والتانية سايباها بالجبنة محشية بالجبنة. لو وصلت معايا الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.